العامل الأول بر الوالدين وبر الأرحام. واحد يبر بوالديه بقدر الإمكان، وبالذات إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، الأعصاب تضعف، التوقعات تزداد. بر الوالدين مؤثر. البر بالأرحام، الخالة التي لا تنفعك لا في دينك ولا دنياك تبرها كما تتصور، يعني هذا مهم. العامل الثاني الدعاء. واحد دائما يجب أن يطلب من الله سبحانه. اطلب دائما، في حالة طلب واحد يجب أن يكون يأخذ من الله ويطالب بالمزيد. العامل الثالث نصرة الإخوة المؤمنين. من أراد أن لا يخذله الله يجب أن لا يخذل إخوانه المؤمنين. العامل الرابع احترام المقدسات، احترام القرآن، احترام أسماء النبي صلى الله عليه وآله، احترام كل ما يرتبط بالله سبحانه. المحدث القمي رحمة الله عليه ما كان يلمس جلد كتاب من كتب الأحاديث إلا وهو متوضي، وإذا أراد أن يكتب رواية كان يذهب إذا ما متوضي يروح يتوضأ ويجلس مستقبل القبلة على نحو هيئة التشهد ثم يكتب الرواية. خامسا صلاة الليل. بعض الأفراد يقولون إنه ما وصل شخص إلى مقام من المقامات الدينية إلا على أثر تهجده. التهجد جدا مهم، ولو واحد قبل أذان الفجر يقوم ب5 دقائق ويصلي 3 ركعات أو يصلي ركعة واحدة. العامل السادس صلاة أول الوقت، جدا مهمة في التوفيق، أول الوقت صلوا. العامل السابع الارتباط بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وبأئمة أهل البيت، وخاصة بخاتمهم الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. جدا مهم. من له ارتباط غير من ليس له ارتباط. اللي يقرأ أيام الجمعة دعاء الندبة غير اللي ما يقرأ أصلا ما ملتفت. اللي يقرأ عصر الجمعة الدعاء المعروف الذي يقرأ غير من لا يقرأ. الذي يذكر الإمام المهدي ويذكر أهل البيت ويرتبط بأهل البيت، هاي كريمة أهل البيت نعيش في ظلها وجوارها. واحد شهر ما يروح للحضرة، شهريا ما يروح للحضرة. اللي يعيشون في كربلاء، في النجف، في الكاظمية، في العتبات المقدسة. الوحيد البهبهاني الذي يقال له مجدد الدين، هذا الوحيد البهبهاني عندما كان يأتي إلى حرم سيد الشهداء صلوات الله عليه في الكشوانية، يعني محل خلع الأحذية، كان يخلع أحذيته ثم يمسح وجهه على أرض الكشوانية على تلك العتبة ويمسح لحيته تذللا وتواضعا أمام مواليه الطاهرين. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه مؤسس الحوزة العلمية في قوم ما كان يبدأ بالتدريس إلا أن يذكر سيد الشهداء أولا. إما هو كان يذكر أو كان يقول لخطيب أن يذكر سيد الشهداء ثم كان يبدأ،
حتى بعد أن صار المرجع الأعلى الشيخ عبد الكريم كان يخرج في مواكب اللطم اللي بعض الأفراد يستنكفون، يخرج في مواكب اللطم ويلطم على صدره وعلى رأسه مثل البقية. كانوا يقال له شيخنا لماذا تفعل هذا العمل؟ كان يقول كل ما عندي إنما هو ببركة سيد الشهداء صلوات الله عليه. هذا التوفيق العظيم، تأسيس هذه الحوزة العظيمة، هذا مو توفيق؟ كم ألوف الأفراد كانوا مثل الشيخ عبد الكريم ما كان عندهم هذا التوفيق. منين جاءه هذا التوفيق؟ عند قضية ويا سيد الشهداء. سيد الشهداء استشفع إلى الله سبحانه وتعالى في نجاته من الموت، وله قضية أخرى أيضا عندما طلب من سيد الشهداء من الإمام الحسين أن يصير هو الشيخ عبد الكريم آدمي في قضية طويلة. هذه مؤثرة.